السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل بريوش مع بعض ان شاء الله يعجبكم. معايا نص كيلو دقيق معجنات، 250 مللي لبن دافي، 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، فانيليا، معلقة كبيرة خميرة فورية، 3 معالق سكر، و100 جرام زبدة او سمنة مش هتفرق. تمام. هنروح على العجان بتاعنا، وطبعا نقدر نخلط بايدينا مفيش اي مشكلة. هنحط المواد الجافة كلها مع بعض، خميرة والسكر والدقيق، واديهم بس تقليبة واحدة، وبعدين هنزل عليهم ببقية المكونات. على فكرة البريوش ما فيهوش نسبة سكر عالية، فانا ممكن اعمله حلو او حادق. يعني اللي انا حطيته زي ما هنشوف مع بعض الشوكولاتة او الحاجات اللي هنحطها نقدر نستبدلها بجبنة وخضروات وكل حاجة احنا عايزينها ويبقى حادق. ينفع فطار، ينفع مدارس، ينفع اي حاجة. تمام. هبدأ انزل البيض زي ما انتوا شايفين بدرجة حرارة الغرفة، واديله تقليبة، وبعدين انزل باللبن الدافي. هنزل بيه على مرتين عشان اتأكد ان العجينة هتاخد كل كمية اللبن اللي انا حطاه. العجين المفروض ان هو بيلزق على خفيف في الايد، ما بيسيبش الايد خالص، ومش طري جدا. هسيبه بقى يتخلط في العجان هنا 5 دقايق، لحد ما احس ان كل المكونات تداخلت مع بعضها وبدأت تتكون عجينة متماسكة. حطيت رشة الفانيليا وكملت عجن. انا لحد دلوقتي ما حطيتش السمنة. العجين بدأ يتكون زي ما انتوا شايفين، سبته 5 دقايق بيتعجن في العجان. ابدأ انزل الزبدة او السمنة بدرجة حرارة الغرفة، واسيبهم يتعجنوا 7 دقايق كمان، بياخد شوية وقت في العجين. تمام. لكن كل ما هيتعجن كويس هينفعني في الاخر ان العجينة هتبقى ناعمة وطرية. زي ما انتوا شايفين انا هوريها لكم لو انت بتعجني بايدك تعجني ازاي. زي ما انتوا شايفين بتلزق شوية، ومع العجن التلزيق ده بيقل. بصوا بجيبها واتنيها، اجيبها واتنيها من كل الجوانب. بصوا بتلزق جامد ازاي في ايدي. على ما اخلص عجن هتلاقيها بتلزق على بسيط جدا. وممكن اهبدها هبدتين كمان على الرخامة زي ما انتوا شايفين. بدأت تسيب ايدي شوية ومش بتلزق في الرخامة. بصوا ازاي. خلاص. افضل اهبدها هبدتين 3 بالشكل ده، وبعدين المها واحطها في بولة عشان تتخمر. اوعوا تزودوا دقيق عن كده. بصوا انا بوريكم ان هي بتلزق في الايد بس حاجة بسيطة جدا. خلاص حطيتها في بولة. وبعدين دلوقتي الدنيا بقت ساقعة، فلو عندك شال او روب او اي حاجة تقيلة تقدري تغطي بيها عشان تخمر كويس. اخدت معايا ساعة ونص تخمير. زي ما انتوا شايفين حجمها تضاعف. هنبدأ بقى ننزل العجين بالراحة جدا عشان ما نضيعش الهواء اللي فيه. تمام. هجيب من على الحروف وانزل في النص، وابدأ امشي بالراحة كده زي ما انتوا شايفين لحد ما هبط العجينة كلها بالراحة جدا. وعلى الرخام بقى هحط رشة دقيق وابدأ افرد العجين بتاعتي. انا هعمل شكلين ليها، واحد محشي وواحد سادة، عشان لو بتحبوها محشية او سادة مفيش مشكلة ابدا. تمام. معايا هنا شوكولاتة انا مقطعاها مكعبات، اللي هي بنحطها على حمام مائي. ودول شوية زبيب. طبعا تقدري تحطي اللي انت عايزاه، ممكن فاكهة مجففة زي ما تحبي. رشة دقيق بقى على الرخامة، وابدأ افردها زي السينابون بالظبط. تمام. وارش رشة دقيق من فوق كمان، وافرد بالراحة جدا، المها بس كده جوه بعضها. بصوا طرية جدا ازاي، وملمسها كان حلو قوي، وقوامها كان تحفة. بدأت افردها ورش دقيق شوية على الوش، وافردها رفيع خالص كأني هعمل سينابون بالظبط. تمام. اتفردت معايا كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وما بتلزقش خالص. لازم اتأكد من وقت للتاني ان فيها كمية دقيق من تحت كفاية عشان ما تلزقش على الرخامة. ابدأ بقى احط الشوكولاتة بتاعتي والزبيب، المكسرات، الفاكهة المجففة، اي حاجة انا عايزاها مش هتفرق، بس من غير ما احط اي مادة دهنية من جوه. زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الزبيب كمان، وهبدأ الف الرول بتاعي. ما لفش كتير على بعض عشان انا لسه هافردها تاني بعد ما اقطعها، فعشان ما تبقاش العجين كتير. كمية الشوكولاتة والزبيب طبعا زي ما انت عايزة، حسب ما اولادك بيحبوا. ممكن تحط شوكولاتة بيضة كمان معاها زي ما انت عايزة. انا كده قطعت الرول زي ما انا عايزة، وهبدأ اقصه. معلش هما بانش في الكادر وانا ما اخدتش بالي.
هبدأ اقص بقى، بس انا هجيبها قدامكم دلوقتي واوريكم شكلها عامل ازاي. هقفل طبعا عليه من تحت كويس عشان اتاكد ان الشوكولاته مش هتطلع وتتحرق في الصاج او الزبيب. اهي زي ما انتوا شايفين قفلت عليها، والسمك بتاعها برضو زي السينابون رولز، بس انا هقطعها اعرض شويه من السينابون. تمام. ابدا اقطعها بقى القطع وارصها في الصاج. بصوا اعرض شويه من السينابون. تمام. هاخد الواحده بقى، اجي من عند الفتحه اللي من الجنبين دي واضغط افردها كويس. خدوا بالكم عشان هي هتخمر تاني، فما خليهاش عاليه عشان ما تبقاش عاليه قوي كلها عجين. فردتها على قد ما اقدر، واخلص كل الكميه على كده زي ما انتوا شايفين. افردها واحط في الصاج وهسيبها تخمر تاني لمده ربع ساعه لنص ساعه حسب حراره المطبخ عندك. خلاص خلصت اهو الكميه كلها، وده منظرها بعد ما خمرت نص ساعه. شويه بيض مع شويه نسكافيه او فانيليا او اي حاجه، وهمسح على الوش كويس جدا عشان تتحمر كويس. واحاول موقعش بيض في الصينيه علشان ما يبص ويلزق فيه العجين لما تدخل الفرن. دهنتها خلاص ودخلتها على فرن سخن جدا على 220 او اعلى حاجه عندك في الفرن. قعدت 10 دقايق وطلعت. الجزء التاني هنا انا عملت بيه زي التوست بالظبط. جبت كوره قد السفندية بالظبط وفردتها زي ما انتوا شايفين على قد ما اقدر. عايزه يبقى السمك بتاعها تقريبا سنتي. هنا كان فيها شويه فقاعات طلعتها. افرد كده كويس، وهجيب واحده كمان افردها قدها بالظبط. تمام. احاول اخلي طولها كله متساوي، ميبقاش في حته تخينه وحته رفيعه. وخدوا بالكم من تكنيك اللفه علشان مش صعب بس محتاج تركيز شويه، بس بيخلي في الاخر الضفيره شكلها حلو جدا، بتبقى شبه الجنزير. بصوا هجيب كل طرفين عكس بعض وارجعهم مكانهم تاني، والناحيه التانية طرفين عكس بعض وارجعهم مكانهم تاني، وافضل احافظ على الشكل. لو مالت مني يمين او شمال اعدلها، وافضل اعمل العمليه دي اكررها لحد ما اخلص الضفيره كلها. الضفيره دي شكلها بيبقى احلى شويه ومختلف عن الضفيره العاديه اللي بنعملها، وبتدي ارتفاع حلو جدا لما اجي احطها توست في قالب التوست واسويها يعني. وينفع نعمل عيش التوست بنفس الطريقه الضفاير دي. قفلت عليها في الاخر كويس جدا، وانا عندي قوالب ميني توست حطيتها فيها، وسبتها طبعا تخمر تاني نص ساعه، ومسحت على الوش بالبيض ودخلتها الفرن برضو. بصوا منظرها، انا هلفها من كل الاتجاهات، الضفيره باينه زي الجنزير بالظبط. وادي الصاج بتاعي مش مدهون اي حاجه ابدا، حطيته فيه. تمام. وهسيبها تتخمر. بعد ما اتخمرت زي ما انتوا شايفين تضاعفت ازاي، حطيت عليها البيض بتاعها ودخلتها الفرن مع شويه شاي او فنجان قهوه حلوه جدا. اتاكد ان انا حطيت في بيض في كل الجوانب كويس عشان تتحمر يبقى شكلها حلو. تمام. على ما تطلع من الفرن انا كنت مجهزه معلقتين مربى مشمش مخففاهم بربع كوبايه ميه مغليه. معلقتين كبار مربى مشمش على ربع كوبايه ميه مغليه، وممكن عسل نحل برضو. وامسح على الوش البريوش وهو سخن مولع عشان ينشف عليه الخليط ده ويتماسك، ما تبقاش بتلزق قوي وانا باكلها. وهسيبها بقى على جنب تبرد، وبعدين نقدمها سوا. خلاص اهي انا دهنتها وهي سخنه، وهسيبها على جنب مش هطلعها دلوقتي. وادي النتيجه بعد ما خلصت خالص. التوست بوستي شكله يا جماعه تحفه جدا، وهفتحه لكم كمان من جوه واوريه لكم عامل ازاي. ده انا ما حطيتش على الوش بتاعه مربى، لان ممكن تاكليه حادق مع حاجه حادقه او حلوه او فاضي زي ما هو. ودي اللي محشيه شوكولاته وزبيب، كان طعمها روعه بصراحه، وكانت طريه جدا من جوه. وادي التوست كمان هوريه لكم عامل ازاي.